القادم هيكون يوم حاسم بالنسبه للفرقتين الاهلي والزمالك. الاهلي هيلعب الساعه 6 مساء، الزمالك هيلعب الساعه 9، وبالتالي ان شاء الله يكون يوم حلو للكره المصريه من خلال فوزين بيدوا امل بالنسبه للفرقتين في التواجد في المرحله القادمه، وبالتالي مهم جدا وكل واحد عنده مسؤوليه كبيره، سواء بقى الجهاز الفني بالكامل طبعا بدايه من كابتن سيد عبد الحفيظ ثم كولر ثم باقي الجهاز الفني والطبي، انه يعني يعملوا كل مسؤولياتهم وكل اللي يقدروا عليه عشان يوفروا الجزء الامثل والراحه للاعبين عشان يوم الماتش يبقى خلاص عملوا اللي عليهم في هذا الجزء. الجانب الاخر اللاعبين وبرضه مسؤوليات كبيره واكبر كمان من وجهه نظري، لان الماتشات دي بتبقى ماتشات للشهره للاعبين، للتاريخ للاعبين، وماتشات بتصالح بيها جمهورها اللي زعلان، سواء بقى جمهور الاهلي او جمهور الزمالك في الوقت الحالي. وانا بقى رسالتي للعيبه، سيبكم بقى من الموبايلات، سيبكم بقى من السوشيال ميديا وانت بتكلم مين وصاحبك وحبيبك ومش عارف ايه، لا ركز، لان ده مستقبلك ومستقبل ناديك. هتقعد بقى تتكلم وتشغل بالك بتليفونات، بفيديو كول، بانستجرام، بفيسبوك، مش هينفعك. مش هينفع اي لاعب لا قدر الله لو حصل حاجه، هيزعل جمهورك قوي، ولما هيزعل جمهورك انت يعني في الاخر هتندم. تاريخ النادي الاهلي، تاريخ نادي الزمالك في البطولات الافريقيه متوقف من خلال ماتش القادم ثم الماتش اللي بعديه، وبالتالي مكسب ان شاء الله، سواء بقى بتكلم على الاهلي والزمالك، خلاص الامور اللي كانت قبل كده والامور اللي ممكن جمهورك كان زعلان وبينتقدك وشايط منك، خلاص الامور ممكن تهدى شويه، على امل ان انت في الماتش اللي بعده برضه تأدي الدور اللي عليك وتكسب. وفي الحاله دي بقى كل حاجه بايد ربنا. هنا انا بتكلم على الاهلي وعلى الزمالك. الاهلي طبعا فرصه ان هو لازم يكسب الماتشين، ونفس الوضع للزمالك الحقيقه، يعني نفس الوضع للزمالك الحقيقه. ايا كان بقى هنا في الاهلي نادي الهلال ومباراه سان داونز والهلال اللي هتكون تاني يوم على فكره، يعني مباراه الهلال وسان داونز هتكون تاني يوم السبت، وبالتالي نتيجه مباراه الاهلي مهمه ان هو يكسب، وننتظر بقى مباراه الهلال وسان داونز ايه اللي هيحصل فيها. برضه نادي الزمالك عنده مباراه امام شباب بلوزداد، يكسب ثم يكسب الماتش اللي بعده، الامور بالنسبه له ممكن يعدي بمنتهى السهوله، لان عنده المريخ على ارضه، لو كسب بلوزداد هناك الامور خلاص بالنسبه له كده متواجد في الدور القادم. لكن خليني اقول لكم ان الادوار اللي انا بقولها دي وكل لاعب ومسؤولياته وكل فرد في الجهاز ومسؤولياته والجمهور في الوقت الحالي، خلاص الزعل والانتقاد والغضب اللي كان موجود يتوقف